السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي ومتابعيني يا رب تكونوا في أفضل حال. عندنا النهارده غدوة يعني من روايح الزمن الجميل، أو روايح إيد أمهاتنا، مهما عملنا ولفينا بنشتاق لأكلة من أكلات أمهاتنا، حقيقي. آآ حاجة في منتهى الروعة. نبدأ؟ طيب، أنا معايا الحلة بتاعتي، نزلت فيها بمعلقة من السمنة البلدي، بعد ما ساحت نزلت فيها بعود من القرفة، ننزل بقى بمطيبات الشوربة، ونحاول من مطيبات الشوربة قدر الإمكان تكون حبوب. نزلت بعود من القرفة، وكام حباية كده من الفلفل الأسود الحب، ورشة من ورق اللورا مع الحبهان أنا باطحنه، باحس إن هُم بيدّوني طعم أحلى، ونزلت بالفراخ بتاعتي. أنا باحب أدّيها صدمة، اديتها صدمة كده من ناحيتين زي ما أنتم شايفين، وجِبت بصلة متوسطة وقطعتها مكعبات وحطيتها كمان، وزي ما قُلت لكم اديتها صدمة من ناحيتين، وبعدين نزلت بالمَيّة السخنة المغلية، وبعدين نزلت بطماطماية مبشورة زي ما أنتم شايفين كده، وخلاص اديتها تقليبة خلاص بقى هاغطّي عليها واسيبها تستوي مع نفسها، وكمان كنت حطيت الملح نسيت أقول لكم. كده خلاص الفراخ على جنب لحد ما تستوي وانتهت. طيب جيت هنا في كسرولة كده هاعمل طبق فاصوليا خضرا، نزلت بمعلقة من السمنة البلدي وكمان نزلت بيه بصلة متوسطة، اديتها تشويحة لحد ما دبلت معايا كويس أوي، وبعدين نزلت بعصير طماطم، عصير طماطم معصور ومتصفي، وبعدين نزلت بيه الفاصوليا الخضرا بتاعتي زي ما أنتم شايفين بالضبط. بعد كده اديتها تقليبة وكمّلت بقى إيه، السائل بتاعي بشوربة الفراخ اللي إحنا بنعملها، حلو كده؟ تمام، حلو أوي كده. طيب هانزل بإيه تاني، نزلت بيه ربع معلقة من آآ الفلفل الأسود، ربع معلقة من الكزبرة الناشفة، نُص معلقة من الملح، زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، ونزلت بيه 4 فصوص من التوم صغيّرين كده، 4 فصوص من التوم، بس كده يا تمام معانا، هنغطّي عليها لحد ما تستوي. حابة تحطي رشة من السكر حطي، مش حابة خلاص. طيب كده خلاص يعتبر خلصنا الفاصوليا. طيب الشوربة بتاعتي بقى الباقية عملت بيها جزء عملت بيه الرز بشعرية، وده عملته معاكم أكتر مرة، والجزء التاني نزلت فيه بكيس من الملوخية الخضرا، وخلاص هي كانت فكة تقريبا معايا، خلاص نزلت لحد ما هتفك معايا في الشوربة وزي الفل قلبتها بالويسك زي ما انتم شايفين، ودلوقتي بدأت أعمل الطشة. معايا سمنة بلدي معلقة كبيرة أوي، ونزلت فيها بتوم راس توم كده مفرومة، وبعد ما أخدت لون نزلت عليها ب كزبرة معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، وطشيتها على الملوخية، عايزة أقول لكم الملوخية ريحتها كانت تجنن، تجنن. وكده خلّصنا أكلتنا، بس هنبدأ نحمّر الفراخ بتاعتنا في معلقة برضه من السمنة البلدي مع رشة كده من الفلفل والملح على الفراخ بتاعتنا، حاجة في منتهى الجمال، شايفين اللون والجمال؟ عايزة أقول لكم بجد الأكلة دي وأنا باعملها أنا افتكرت زمان لمّا كنت آجي كده من المعهد بتاعي وكنت أشم الريحة كده من بعيد وأكون فرحانة جدًا. مهما عملنا، مهما طوّرنا، بنشتاق للقمة زي دي. جرّبوا اعملوها وافتكروا الأيام دي هتحبوها أوي، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، باحبكم جدًا، مع السلامة.